السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد. اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. نبدا بقى بسم الله. اول حاجه هنا بقى انا هعمل معاكم بقى الحلوه المعقوده او المفتقه زي ما بتقولوا عليها. بقى عايرت بقى كل مقاديري بالكوبايه اللي قدامكم دي. حطيت كوبايه الا ربع حلبه بمعيار 4 معالق كبار كده، كوبايه سمسم وكوبايه سوداني، وحطيت هنا كان معايا هنا برضو كوبايه دي، بس انا مش هستخدم الكوبايه كلها هتشوفوا دلوقتي. وبرضو كنت حاطه هنا كوبايه زيت، وبرضو كوبايه الزيت مش هستخدمها كلها دلوقتي هتشوفوا. بس انا عايرت كل الكميه دي كلها بالكوبايه دي، وكان معايا 2 كيلو عسل. طبعا انتوا بتضاعفوا كل ما بتزودوا الكميه بتضاعفوا. اول حاجه هنا بقى انا حطيت هنا الحله على النار ونزلت بشويه زيت. اول حاجه هنزل بيها بقى السمسم، انا نزلت بشويه زيت كده، يعني ايه اقل كده من نص الكوبايه. هو في ناس تقولك حطي كوبايه الزيت، بس انا شايفه ان هي كوبايه كتير قوي. يعني انا دلوقتي حطيت كوبايه سمسم، اما احط كوبايه الزيت عليها هتحسي اصلا ان هو كتير قوي يعني. فانتي بتحطي طبعا كل حاجه بمقادير، بس هنا المقدار بتاعي ان كوبايه الزيت كانت كتير. بس هنا بعد ما حمصت السمسم بقى كده واديته كده اللون كده، ونزلت بقى بالدقيق. نزلت ب4 معالق دقيق، معلقه كبيره بتاعه الاكل العاديه. نزلت ب4 معالق، ما نزلتش بالكميه كلها اللي انا كنت حطاها. نزلت ب4 معالق بس، وتقعدي بقى تقلبي كده تقلبتين كده حلوين كده. وبعد كده تنزلي بقى بالعسل بتاعك زي ما قلت لكم. هنا انا كنت جايبه 2 كيلو عسل. انتي بتقللي لو انتي هتعملي كيلو هتقللي نص الكميه، لو هتزودي برضو هكذا بتضعفي معاكي الكميه. برضو بتقلبي بقى كده تقلبتين كده، وبتستني كده لحد ما العسل معاكي يغلي غلوتين. بصوا يا بنات الجمال، عايزه اقول لكم بجد يعني اصلا الحلبه معروفه بالشتاء، طعمها بيبقى تحفه. بصوا يا بنات هنا بقى غلت معايا اهي غلوتين، شايفين؟ اهم حاجه في الحلبة عشان تبص منك ما تخليهاش تغلي كتير، هي كده كام غلوه كده، علشان لو غليت منك كتير ومسكت كده طبعا الساعه مش محتاجه ان اصلا بتخلي الحاجه تتجمد، فانتي تخليها مظبوط عشان تبقى السوا بتاعها مظبوط. لان انتي لو سبتيها وخليتيها تغلي كتير هتحجر منك فهتبوظ يعني. بس هنا بعد ما غلت غلوتين بقى نزلت بقى بكوبايه الحلبة، وتقلبوا بقى تقلبتين حلوين كده عشان ما تكلكعش منك بقى الحلبة. شايفين بقى القوام؟ والله يعني عايزه اقول لكم كان ريحتها والطعم كانت تحفه. بس هنا بقى جبت بقى الطاسه دي وحطيت بقى فيها شويه زيت. بصوا خلي بالكم انا زودت كمان الزيت هنا، يعني بصوا احنا ما استخدمناش الكوبايه كلها، يعني في لسه شويه في الكوبايه، وهنا اصلا كان الزيت انا حطيت بالزياده يعني. بس هنا بقى بتحمصي السوداني بقى كده تديله لون بقى كده. شايفين يا بنات الجمال؟ زي ما قلت لكم اهم حاجه ما تخلوهاش تغلي منكم جامد كتير عشان ما تحجرش منكم. بس هنا خلاص بقى كنت نزلت بقى بالسوداني، طبعا صفيته من الزيت، كان فيه بقى شويه زيت ما حطيتهوش بقى في الحلبه. شايفين بقى يا بنات الجمال؟ كده بقى خلاص الحلبه معايا خلصت. بتحطيها بقى في حاجه وهي سخنه، يعني ما بتسيبهاش بقى في الحله، طبعا بتصبيها هتحطيها بقى في بلاستيكه ولا اي حاجه كده. بس هنا بقى بعد خلاص بقى ما صبيتها في البلاستيكه، وحطيت بقى شويه كده في الطبق زي ما انتم شايفين. حطيت بقى هنا الكميه هنا، وحطيت برضو في واحده تانية. شايفين يا بنات؟ تاني ما تغلوهاش كتير على النار، هما غلوتين بس كده عشان ما تحجرش منكم. بس وبالهنا والشفا بقى هتاكلوا احلى حلبه. عايزه اقول لكم ان بجد الحلبه مغذيه جدا، معروفه شتا يعني حلبه معقوده دي اساسي يعني. شايفين بقى الجمال يا بنات؟ بصوا بقى القوام بتاعها، طبعا كل ما بتقعد كل ما بتمسك اكتر يعني. ما انتوا مش انتوا شايفينها كده، هي على فكره ما كانتش خفيفه. وطبعا الشتا انتوا عارفين كل ما هتقعد معاكم كل ما هتلاقيها مسكت معاكم اكتر، عشان كده بقول لكم ما تغلوهاش كتير. بجد القوام كان حلو قوي والمقادير كانت مظبوطه. بس بقى الفيديو هنا معانا بقى خلص يا بنات. يلا اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اهم حاجه بقى لايكاتكم وكومنتاتكم، ما تبخلوش بقى فيا يا بنات كده، اللايك الحلو كده والكومنت الحلو اللي بيشجع بقى كده. اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.